إدراج منظور النساء في تغطية الحروب مهم جدا، لأننا بذلك نعيد للمرأة حضورها الحقيقي وصوتها، وأن النساء لسنا فقط ضحايا في الحروب ولكن أيضا شاهدات وراويات وناجيات يحتفظن بذاكرة في أجسادهن. النساء في غزة وجوههن كما المدن المدمرة ما زال فيه نبض حياة، ومن المهم أن نتعامل مع منظور النساء في الحروب حتى لا يتم اختزالهن في إحصائيات وأرقام باردة، وأن لا يتم احتكار الخبر من منظور سياسي وعسكري ذكوري فقط. لذلك يجب أن نجعل الضحايا هم محور الحكاية حتى لا يحتكر الأقوياء الرواية، وألا نكتب عن الصراع من زاوية جيوسياسية، ولكن أنها حرب جريمة ضد البشر، بشر لهم وجوه وأسماء وليسوا فقط أرقاما. لذلك على الصحفي أن يكتب بمسؤولية، وأن يدافع عن الحقيقة، وأن يؤنسن البشر، وأن يضع لهم أسماء في قصصه. من المهم جدا أن تخدم الصحافة ثقافة السلام وليس الحرب، بهذا نعيد للصحافة دورها الإنساني. في فلسطين قصص النساء تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي هو سلطة ذكورية بحتة. قصصهن تكشف المعاناة في كل تفاصيل حياتهن اليومية يتدخل الاحتلال. المرأة الفلسطينية هي عمود من الأعمدة المهمة لاستمرار الوجود الفلسطيني، فهي المحرك الأساسي للحفاظ على الذاكرة الفلسطينية والرواية الفلسطينية. بذلك من المهم جدا أن نتحدث عن قصص النساء هناك للحفاظ على الذاكرة وللاستمرار في الوجود.